ضمن أنشطتها في شهر رمضان، أحيت جمعية الثقافة والفنون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمسية رمضانية تخللتها لعبة المحابس التراثية بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين. اليوم نقدم ما يجمع الجالية العراقية، وخاصة في مناسبة رمضانية لكل العراقيين بكل الطوائف بمختلف الأفكار والمذاهب والقوميات. فإحنا أملنا أنه دائما نجمع هالمكونات في سلة واحدة وسبق وان قلناها، كل وردة تأخذ عطرها. اليوم لعبة محابس هاي أول مرة لو قبل؟ احنا بالنسبة لجمعيتنا هنا مارسناها لأول مرة، بس العام مورست بس بشكل آخر. الحقيقة أنه احنا نمارسها كعوائل، والآن احنا هذا أول إنتاج إنه أول عمل إنه، فبالمستقبل القريب راح تكون احنا خلال 6 شهور الدورة مالتنا، موسمنا الثقافي والفني والمسرحي 6 شهور، وهال6 شهور في كل شهر عندنا أمسية، وفي كل أسبوع عندنا ليلة. ونشكر البغدادية على متابعتها وفاجأتنا بصراحة اليوم البغدادية، وهذا شيء يفرحنا ويثلج قلوبنا، ونتمنى لكم الخير. يعني احنا كلنا بعيدين على بلدنا، اي شيء اللي يذكرنا يعني بالوطن الحبيب العراق هو فد شيء حلو يعني. ويجمع ما شاء الله كل هالفنانين، فنانين يعني الى هم مغنيين او كتاب او مسرحيين او شعراء او رسامين. متواجدين في هذا الأشخاص والله كلش حلو. بدنا نسوي بوفيات مع الافطار هسه حاليا، وان شاء الله ويا جمعيه الثقافه نسوي امسيات جايه ويا الاستاذ حسين الغزالي. يعني انتم الامسيه الرمضانيه راح تتكرر يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله طبعا، بهاللمه الحلوه وهالناس الطيبين. فرصه لجمع الجاليه. بالضبط، فرصه جمع الجاليه ونستذكر التراث مالتنا الاصيل. نعم. أينما ذهب العراقيون وفي أي بقعة من الأرض يحيون عاداتهم وتقاليدهم التي يمارسونها في رمضان. وهنا في ولاية كاليفورنيا ومدينة سان دييغو يحيي العراقيون ليالي رمضان بلعبة المحابس. هذه تحياتي لكم ياسين الربيعي لقناة البغدادية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.